إذن المشاهدين، نعود إلى العاصمة الرباط، حيث يترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس الحفل الديني الذي يقام بمناسبة الذكرى 24 لوفاة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. يجري الحفل الديني بضريح محمد الخامس بالعاصمة الرباط قبل الذكرى 47 للمسيرة الخضراء المظفرة وذكرى عيد الاستقلال، إرادة راسخة للاحتفاء بأبرز محطات تاريخ المملكة والترحم على روح قائد فذ وعاهل متبصر قاد دفة الأمة لمدة 38 سنة، ترك خلالها بصمته في النصف الثاني من القرن العشرين باختياراته الموفقة وقراراته الحاسمة. حقق من خلالها تنمية اقتصادية واجتماعية للمملكة، عكست الإصلاحات العميقة التي قام بها والأوراش الكبرى التي أطلقها حتى أصبح المغرب في مصاف البلدان العصرية والصاعدة. والشعب المغربي وهو يخلد الليلة الذكرى 24 لوفاة المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني لا يفخر وهو يشاهد ويلمس جهود وارث سره صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهو يواصل العمل الدؤوب من أجل وضع المغرب على سكة القرن 21 مع ما يتطلبه ذلك من عصرنة وتحديث عنوانهما الأوراش الكبرى التي أطلقها جلالته من شمال المملكة إلى جنوبها، وتعزيز مغربية الصحراء على الساحة الدولية والنهوض بالصحراء وجعلها قاطرة للتنمية الإقليمية والقارية، محافظا بذلك على مسيرة البناء لاستكمال المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي جعله جلالة الملك حفظه الله عنوان هذه المرحلة من تاريخ الأمة لتكريس مكتسباتها والرقي بمؤسساتها ودعم التقدم الذي تنشده البلاد بما يستجيب لحاجيات المواطنين. فقد كان المغفور له الحسن الثاني ملكا عظيما خلد اسمه في صفحات كتب التاريخ بماء الذهب. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قومنا وذر آباؤهم فهم غافلون لقد حقق العذاب اعترفهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون
جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن البصر ومما لا يعلمون آيات لهم الليل سهر النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون آيات لهم أنا حملنا ذرياتي في ملك مشهود وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن لم تخلقوا فلا صريخ لهم ولا هم يقرون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون ولا تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة فأخذهم يخصمون فلا يستطيعون تصفية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت ناصحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون ولا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب إذن في هذه الأثناء يترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى 24 لوفاة المغفور له الحسن الثاني طيب الله تراه بضريح محمد الخامس. سنعود إلى هذا الحدث الديني في نشرة قادمة. مشاهدينا نصل إلى ختام هذه النشرة. أخبار الاقتصاد بعد قليل مع أميمة السبيلة. إلى اللقاء.